هم الناس بمجرد ما شافوني انا والشيخ حافظ اتلموا حوالينا وبداوا يهتفوا وعاوزين الجثث والشهداء. الهتافات لو انت فاهم؟ كان بدات الهتافات بترحيب بيا وبالشيخ، يا دكتور بنحبك، شيخنا بنحبك، يا شيخ حافظ. وبعدين بداوا يهتفوا ضد النظام وبيشتموا حسني مبارك. يعني هنا كانت بدايه الانقلاب على حسني مبارك. أول مرة أسمع يسقط حسني مبارك يوم الخميس. يعني دي ما بدأتش 28، لا بدأت في السويس، كانت أول مرة أسمعها. 27 في السويس. ولما سمعتها مش عاوز أقول لحضرتك، أنا حسيت إنك عايزه يسقط، إن أنا عاوزه يسقط، وحسيت بقى باستبياع. فضلنا الناس المحافظ ومدير الأمن ومدير مباحث أمن، ما فيش حد موجود، خايفين من الناس عندها استعداد تفتك بأي حد، شكلهم وهتافاتهم والكلام ده كله. لما لقوا الشيخ حافظ جه، هم عارفين ان الشيخ حافظ كلمته في السويس منتهية، وعارفين ان الشيخ هيحميهم. فجم بدأنا في مفاوضات معاهم، عاوزين نخرج الجثة مع العقيد اللي موجود، لا مع مدير الامن بقى ومدير مباحث امن الدولة. جم لما شافوا الشيخ حافظ، لما عرفوا حسوا بالامان انه هيحميهم من الناس بالظبط. فجم، وفعلا الناس بمجرد ما جم الناس كانوا هياكلوهم لولا الشيخ حافظ. الشيخ حافظ ارجع يا ولد، خلاص كله يرجع. مش عاوزين يدونا الجثث. الشيخ حافظ عنده كام سنه دلوقتي؟ الشيخ حافظ دلوقتي 89 اظن. الشيخ حافظ يعني ما تشوفه كده، لكن اكيد حضرتك سمعته في الميدان. طبعا، ما هو كان على طول في الميدان. بمجرد ما بيفتح صوته زئير الاسد. مش عاوزين يسلمونا الجثث عشان خايفين الناس تاخدها وتمشي بيها في الشارع وتبقى جنازه شعبيه. طب نعمل ايه؟ وتشتعل المظاهرات وتشتعل البلد. طب نعمل ايه؟ الشيخ اقترح قال لهم جيبوا 100 اتوبيس من بتوع شركات البترول، ونركب فيهم الناس الجماهير اللي بره يركبوا في ال100 اتوبيس، وناخد الجثه ونطلع على المقبره في حراسه المدرعات بتاعتكم. والمقابر، في مقابر جوه السويس وفي مقابر على طريق القاهره السويس، بينها وبين السويس 15 كيلو. فطبعا عايزين يدفنوه في البعيد. هو الشيخ قال هندفنها في البعيده، بحيث ان الناس تنزل هناك. عاوزين يعملوا مظاهره في الصحراء يعملوا. قالوا طيب خلاص، دي فكره. وبداوا يجيبوا اتوبيسات. كان الكلام ده وصلنا قبل المغرب بنص ساعه تقريبا. انت بتتكلم الوقت من الساعه 10 الصبح للمغرب؟ لا، على بال ما فطرنا وصلينا الظهر. الكلام ده من بعد صلاه الظهر، صلينا الظهر في المسجد مع الشيخ. طب انا عايز اسالك هنا من الظهر، لان هنا في اليوم ده اتحرق مقر الحزب الوطني والمظاهرات خدت وضع تاني في السويس. كل ده حضرتك بعد المغرب. الكلام ده السويس هاديه جدا لحد المغرب. اللي قبل المغرب جابوا حوالي 10-15 اتوبيس فقط، مش 100. وبدأ الناس يركبوا. جابوا عربيه الاسعاف، حطينا فيها الجثه، وركبت انا جنب السواق والشيخ حافظ جنبي. وأذن المغرب، لقينا الباب العربيه اتفتح، وظابط بيشد الشيخ حافظ بيقول له يا مولانا انزل نصلي المغرب الاول. وبيشد الشيخ بطريقه فيها قله ادب، لكن لا تتناسب مع سن الراجل بالظبط، لكن كلامه مؤدب. المشرحه بتاعت السويس هي عباره عن مبنى مستقل وليه سور حديد، فالناس شايفه الظابط بيشد الشيخ. ونفس الشيخ نزل ظابط معايا بنفس القصه، دخلنا اوضه يا دوب صلينا، كبرنا. انا اللي كنت بصلي بالشيخ، كان الشيخ ورايا ومعاه احد تلاميذه. يا دوب صلينا الركعه الاولى، ونسمع هياج وتحديف طوب وهتافات، والدنيا هاجت على المشرحه بره، وصفارات العربيات التدخل السريع وفض الشغب، وطوب بيكسر المشرحه. وقنابل بقى مسيله للدموع والمطافي والميه، والدنيا اتقلبت. يعني هنا بقى كان في مؤامره سريه من الشرطه ضد الناس. ده اللي حصل. احنا عاوزين نخرج نبص ايه، وهم الشرطه بيمنعونا من الخروج من الاوضه. يعني قصه صلاه المغرب دي ما كانتش اتضح الكلام ده بقى لما الدنيا الناس كلها انفضت ومشيت،
وخلت كل الناس مشت والقوات طردتهم، وجت مدرعه وقفت قدام المشرحه. ركبنا عربيه الاسعاف انا والشيخ وانطلقنا. بقى كده عايزين العربيه الاسعاف لوحدها تروح تدفن الراجل من غير اي حد. ده لما يا دوب خرجنا من العربيه بالعربيه من الباب وقفونا ونزلونا. كانت عربيتي عربيتي كانت موجوده جنب المشرحه. ضابط قال لي يا دكتور اركب عربيتك وتعالى ورانا. خدت الشيخ معايا في عربيتي، وصلنا عند المقابر برضو اللي بره دي اللي 15 كيلو. يعني معنى كده ان انت بس والشيخ وعربيه الاسعاف؟ عربيه مدرعه قدام عربيه الاسعاف، وعربيه الاسعاف وانا ورا عربيه الاسعاف فقط لا غير. فقط لا غير. وكل اهل السويس فضوه؟ كل اهل السويس مشوا. يا دوب خرجنا من السويس والعربيه المدرعه رجعت، ومشيت عربيه الاسعاف وانا بعربيتي ومعايا الشيخ ومعايا احد اتباع الشيخ. طب وصلنا. حسيتوا بايه؟ معلش كده هنا في مؤامره كبيره. احنا ما حسيناش باي حاجه. لا انتوا ما حسيتوش بحاجه ازاي؟ طب الناس اتفضت اللي كانت طالعه ولا حسينا باي حاجه ولا نعرف حاجه. حتى كل همنا ان احنا تدفنوا الراجل ندفن الراجل ده اللي مات من امبارح. رحنا المقابر، لقينا اهل الغريب ومجموعه قليله من الناس. برضو اكيد الشرطه اللي نقلته ما نعرفش، كل ده ما نعرفش. كانوا بيوسعوا المقبره لسه بيحفروا فيها، فلقيت واحد جاي لي واقف معايا على جنب، طلع لي الكارنيه بتاعه، ظابط انا مش فاكر اسمه. لابس ملكي بقى؟ لابس ملكي، امن دوله يعني. لابس ملكي. قال لي يا دكتور خلي بالك. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي انت ما تعرفش ايه اللي حصل؟ قلت له لا. قال لي انت بمجرد ما نزلتوا انت والشيخ، حد ده بترتيب مننا، قال لي كده بالنص، بترتيب مننا حد من الناس بتوعنا المدني طلع بره وقال ده قتلوا الشيخ حافظ. قتلوا الشيخ حافظ، الدنيا هاجت. حد من الامن اللي طلع الاشاعه دي؟ نعم. قلت له طب واعملوا كده ليه؟ قال لي عشان يوجدوا مبرر لتدخل قوات فض الشغب ويمشوا الناس، لان هم ما قدروش يجيبوا ال100 اتوبيس، فخايفين الناس تاخد تمشي ورا الجنازه وتاخد الجثه. فعلشان يدخلوا قوات التدخل السريع وفض الشغب لازم يهيجوا الناس. خلي بالك علشان انت ممكن تتاخد. هم تتاخد تعتقل ولا ممكن يموتوك وانت؟ لا هو قال لي كده تتاخد دي المصطلح وقتها ان انت يتقبض عليك. انا طبعا عرفت الكلام ده، جيت رايح قايل للشيخ. دفنا الراجل بالتليفونات بقى. عرفنا ان السويس ولعت. ايه بقى ولعت هنا السويس؟ كون بقى الشيخ حافظ يتقتل، الناس اللي متجمهره دي كلها جت خارجه على اسم ال40 مولعه فيه. طب هم الناس اللي طلعوا اشاعه مقتل الشيخ ما كانوش بيدركوا ده؟ الامن غير بيتصرف تصرفات غير مسؤوله، وممكن ما يكونش مدرك لهذا الامر، او يكون هو عاوز كده، ما نعرفش. انا ما حللتش الموقف حقيقه.